بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنشرح لغة جافا سكريبت. درس النهاردة بعنوان التحقق من صحة البيانات المدخلة. هناخد مطابقة البيانات المدخلة في حقلين. تمام؟ طيب إزاي بنعمل مطابقة ما بين البيانات المدخلة في حقلين؟ عايزين مثال على كده. المثال بتاع الكتاب بيقول إيه؟ أنا مثلا عامل فورم، تمام؟ حاطط فيه حقلين، حقل أدخل كلمة المرور والتاني أعد إدخال كلمة المرور. المفروض أنت لما هتدخل الباسورد هنا أو كلمة المرور تبقى مطابقة لكلمة المرور اللي أنت هتكتبها في الحقل التاني. طيب لو هي غير متطابقة، تمام، ايه اللي يحصل؟ المفروض يديني رسالة خطأ يقول الكلمتين غير متطابقتين. طيب ازاي نبرمج الكلام ده؟ يبقى تاني المفروض انا كلمة المرور اللي هدخلها هنا تبقى تيبيكال، هي نفس الكلمة المرور اللي هتدخل في الخانة التانية. تمام؟ لو الاتنين مش زي بعض المفروض يديني رسالة خطأ تقول الكلمتين غير متطابقتين. ايه الكود اللي بيعمل الكلام ده؟ طبعا احنا هنا هنعمل input type بيساوي password، يعني احنا هنعمل هنا باسورد وهنا حقل باسورد وهنا زر السبميت وهنا دي عبارة عن alert، رسالة خطأ بتديني بتقول الكلمتين غير متطابقتين. طيب نشوف الكود مع بعض. ادي الكود الموجود في كتاب الوزارة. عايزين نطبق الكلام ده ونشتغل عملي عشان نفهم. تمام؟ طيب من ستارت، انت لو عندك برنامج فيجوال ستوديو كود هتشتغل معايا مفيش مشاكل. طيب انت مش محمل البرنامج، اكيد عندك النوت باد، ممكن تفتح المفكرة او النوت باد وتكتب الكود ورايا. تمام؟ طيب انا معايا الفيجوال ستوديو كود، هفتح اهو. تمام، هنعمل فايل، نيو فايل، بعدين select language. هنا هنكتب اسم اللغة اللي هي HTML، تمام، بهذا الشكل. بعدين هنعمل فايل سيف، هنسيب الصفحة، هنسميها ايه؟ هنحطها على الديسكتوب، هنسميها data.html، تمام، وبعدين سيف. خلاص كده احنا كده عملنا الصفحة دي. طيب انا عايز اكتب كود، الكود ده موجود، المفروض انا اكتبه هنا. تمام، الاول بنبدا بكود ال HTML. طبعا ادي انا فتحت تاج ال HTML، ده فتحة التاج ودي الغلق بتاعه. صفحة ال HTML زي ما احنا اتفقنا بتتكون من هيد وبادي، رأس وجسم. تمام، ادي الهيد، دي منطقة الهيد، وعندي منطقة مين؟ البادي، زي جسم الانسان بالظبط، عبارة عن هيد وبادي اهو. عملت انا الهيد وعملت البادي، كويس. انا عايز احط عنوان، تايتل. العنوان يتحط في الهيد ولا في البادي؟ طبعا بيتحط في الهيد، في رأس الصفحة. يبقى انا هعمل تايتل، تمام، بهذا الشكل. طيب انا مش هديها عنوان الصفحة بتاعتي، المهم عايزين نعرف، طيب كود الجافا سكريبت بيتحط في الهيد ولا في البادي؟ بيتحط يا جماعة، ممكن احط الكود يا اما في الهيد يا اما فين؟ في البادي، كود الجافا سكريبت. طيب عايزين نبدأ الشغل بتاعنا اهو. هنا في منطقة البادي عمل دايركشن بيساوي right to left، معناها ان اتجاه الصفحة هيبقى من اليمين الى اليسار، يعني الصفحة دي باللغة العربية. طب انا لو عايزها باللغة الانجليزية هقول له direction بيساوي
left to right LTR. تمام. طيب احنا هنخليها ادي الدايركشن داير بتساوي right to left. تمام. يبقى كده اتجاه الصفحه من اليمين الى اليسار. طيب بعد كده فتح فورم نموذج ادي الفورم بهذا الشكل، ادي فتحه الفورم وادي القفله بتاعته. طيب بيقول لك ايه؟ نيم بيساوي فورم 1. اسم الفورم فورم 1. طيب هنقول نيم بتساوي فورم 1. جميل. طب ده اسم الفورم. بيقول لك هنا الاكشن تمام. هنا الاكشن بيساوي داتا دوت بي اتش بي. معناها ايه؟ لما بتضغط على زرار السبميت بينقلني لصفحه الداتا دوت بي اتش بي. طيب يبقى انا هقول هنا اكشن بتساوي داتا دوت بي اتش بي. طيب معنى الكلام ده ايه يا جماعه؟ ان المفروض يبقى عندي صفحه اسمها داتا دوت بي اتش بي عشان لما اضغط على سبميت ينقلني للصفحه دي. طب انا هعملها ازاي؟ هقول فايل ونيو. تمام. سيلكت لانجوج. هسميها طبعا اللانجوج بتاعتنا اللي هي لغه البي اتش بي. وبعدين هقول له فايل سيف وهسمي الصفحه داتا دوت بي اتش بي. تمام. واقول له سيف يس. كده انا عملت صفحه الداتا دوت بي اتش بي. يبقى انا لما اضغط سبميت داخل هذه الصفحه بينقلني للصفحه الفاضيه دي اللي اسمها داتا دوت بي اتش بي. طيب خلاص كده. طيب هيعمل انبوت تايب بيساوي باسورد. يبقى هيرسم مربع او حقل الباسورد. يبقى انا هقول ايه كده؟ هقول له انبوت مسافه تايب بيساوي بس وورد. تمام. جميل جدا. هقول فايل وسيف. هرجع هنا هشوف داتا دوت اتش تي ام ال اهو. هفتحه الملف ده وهنلاحظ عمل رسم مربع الباسورد اللي بكتب فيه كلمة المرور بتاعتي بهذا الشكل. طيب بس أنا عايز هنا أحط تمييز. أقول له إيه؟ أدخل كلمة المرور. طب أعملها إزاي؟ أهو. هنا جاي لك إيه؟ أدخل كلمة المرور. يبقى أنا المفروض هنا قبل حقل الباسورد أقول له بالعربي كده أدخل كلمة المرور عشان اليوزر يعرف ان هو المفروض يدخل كلمة المرور داخل هذا الحقل. خلاص. طيب نرجع تاني نعمل ريفرش. هتلاحظ كتب لك كلمة ادخل كلمة المرور. هنا المفروض تدخل الباسورد بتاعتك. طيب نشوف بقية الكود. قال لك النيم بيساوي تكست 1 وسمى حقل الباسورد النيم بيساوي نيم بيساوي تكست 1. تكست 1. جميل جدا. رائع. حلو خالص. عملنا اول حقل اللي هو بتاع مين؟ المفروض اليوزر هيدخل هنا الباسورد. تمام. وبعدين عمل بي ار يعني هينزل سطر للاسفل. تمام. هنعمل بي ار. قبل ما اعمل بي ار بس انا هعملها لك بدون البي ار. عمل انبوت تايب بيساوي باسورد عشان اعاده كلمه المرور. هو نفس الكلام. هقول انبوت مسافه تايب بيساوي برضو نفس الحقل باسورد بتاع اعاده كلمه المرور وهيسميه نيم هيساوي تكست 2. تكست 2. تمام. واقفل. هنبص هنشوف. هنقول فايل ونقول سيف ونيجي في البراوزر بتاعنا نعمل ريفرش. هتلاحظ انه هنا
حط في مشكلة هنا. input type اهي تي. فايل سيف، نعمل ريفرش. هنا هتلاحظوا ان ضاف هنا حقل الباسورد اللي هو ريتايب باسورد، بس حطه فين؟ حطه جنب الباسورد، الاتنين جنب بعض. انا عايز المربع ده ينزل لاسفل، يبقى انا المفروض هضيف هنا ايه؟ بي ار. تمام، ادي هنا هضيف ما بين الاتنين، ما بين المربعين بتوع الباسورد، هضيف كلمة هضيف سطر فاضي اللي هو مين؟ البي ار. اقول فايل سيف، ارجع تاني ريفرش، هتلاحظوا ان حقل الباسورد نزل لاسفل عشان ضفنا البي ار. طيب انا عايز تمييز، يعني احنا شايفين هنا هو مش عارف يدخل ايه في الحقل دي، لازم اقول له ايه؟ اعد كلمة المرور. يبقى انا هعمل ايه؟ هروح اضيف التمييز بتاعنا. يبقى هقول له كلمة بالعربي كده، هكتب اعد كلمة المرور. تمام، اعد ادخال زي ما هو قال في الكتاب اهو، ادخال كلمة المرور. فايل سيف، نعمل ريفرش اهو، اعد ادخال كلمة المرور. وادي هنا المفروض الكلمتين دول يبقوا متطابقين مع بعض، نفس الاسم بالظبط. تمام، طيب نفس الباسورد. المهم كده احنا عملنا ادخال كلمة المرور واعادة كتابة كلمة المرور، رسمنا الاثنين. بعد كده input type بيساوي submit. هعمل زر السبميت، هقول له input هقول له input مسافة type هيساوي submit. جميل، واقفل ونشوف شكله هيبقى ايه اهو. فايل سيف، لو عملنا ريفرش هتلاحظ اهو زر السبميت اللي هو الارسال اترسم. جميل، طيب هو قايل ايه؟ هنقول هنا الفاليو، يعني الكلمة اللي بتتكتب داخل زر السبميت هنسميها ارسال. جميل جدا، بالعربي اهو ارسال. طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ هو بيقول لك on click return F1. معناها ايه؟ لما اضغط كليك على زر السبميت هينفذ الفانكشن 1 اللي هي الاف 1. الداله دي هتتنفذ امتى؟ لما اضغط على زر السبميت ايه؟ كليك. تمام، يبقى انا هقول له ايه؟ هكمل واقول on click بتساوي return مسافة F1. تمام، وبعدين سيمي كولون، وبعدين في الآخر خالص في باك سلاش. ده معناه إيه؟ لما هضغط كليك على زر الإرسال هينفذ الفانكشن 1. الفانكشن 1 دي فيها مجموعة من الأوامر هتتنفذ مرة واحدة. خلاص كده؟ ده معنى الكلام. طيب نشوف اللي بعده. كده قفل الفورم، ادي قفلة الفورم. جميل، هنا بقى هنبتدي تحت نكتب كود الجافا سكريبت، بيبدأ بكلمة سكريبت وينتهي بكلمة سكريبت. هنا هنبدأ كود الجافا سكريبت اهو بعد قفلة الفورم، سكريبت، وادي القفل بتاعه. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل الفانكشن اللي اسمها ايه؟ F1. هنبتدي نعمل الفانكشن، هنقول ايه؟ فانكشن. تمام، فانكشن F1 ونفتح قوسين مدورين وبعدين قوسين مجعدين بهذا الشكل. تمام، هنا بقى بكتب الفانكشن بتاعتي ما بين القوسين المجعدين دول. تمام،
طيب هي الفانكشن بتعمل ايه؟ بتعمل تشيك هل الكلمة المكتوبة داخل الباسورد هي الكلمة المكتوبة داخل الحقل بتاع إعادة كلمة المرور، هل الكلمتين زي بعض متطابقين ولا لا؟ هو ده السؤال. يبقى أنا هقول له إيه؟ اف مسافة ما بين قوسين، خلي بالك، والاف دي زي الفانكشن بالظبط، ليها قوسين مدورين وليها قوسين مجعدين. يبقى أنا هعمل إيه؟ اف أهي، وبعدين أفتح قوسين الاف المجعدين بتوعها. يبقى هنا الشرط بيتحط هنا بعد اف، وهنا جواب الشرط. طيب ايه الشرط بتاعنا؟ بيقول لك لو كان form 1 دوت text 1 دوت value. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كانت القيمة value، القيمة المكتوبة داخل التكست 1 اللي هو مكتوب فيها الباسورد يعني، تمام، الموجودة في الفورم 1 بتساوي القيمة المكتوبة في التكست 2، تمام، الموجود في الفورم 1، يبقى ايه؟ اديني خلاص الكلمتين متطابقتين. طب لو غير كده الكلمتين غير متطابقين. هنا بيقول لك ايه؟ not equal، يعني لا تساوي. يبقى تاني، لو كانت القيمة الموجودة في التكست 1 الموجود في الفورم 1 لا تساوي القيمة الموجودة في التكست 2 في الفورم 1، يعمل ايه؟ يديني رسالة خطأ الكلمتين غير متطابقتين. خلاص؟ دي معناها ايه؟ لا تساوي، لا تساوي. طيب يبقى هو كده بيطابق مين؟ بيطابق الباسورد كلمة المرور بالحقل بتاع إعادة كلمة المرور. لازم الاثنين يساووا بعض. طيب يبقى احنا بنقول لو كانت القيمة الموجودة في التكست 1 لا تساوي، اهي، لا تساوي form 1 دوت ايه بقى؟ text 2 دوت value، الاثنين مش بيساووا بعض. تمام؟ تمام جدا، جميل خالص خالص. if form 1 dot text 1 dot value not equal form 1 dot text 2 dot value. تمام تمام. وبعدين القوسين بتوعنا. جواب الشرط هيقول ايه بقى؟ لو الاتنين مش بيساووا بعض اعمل لي رسالة خطأ اللي هي alert. ايه مضمون الرسالة؟ مضمون الرسالة هنقول الكلمتين غير متطابقتين. تمام؟ وهنقول سيمي كولون، وبعدين هنقول له return false. تمام؟ وسيمي كولون. كده خلصنا الشرط بتاعنا. خلاص؟ طيب عايزين نجرب الكلام ده عملي. هنجرب الكود ده عملي اهو. فايل سيف، هنيجي نعمل ريفرش. بس انا عايز اعمل ايه؟ مسافة كبيرة شوية ما بين الحقلين. كنترول سي، هنعمل ايه؟ اكثر من بي ار، عشان بس ايه، او خليها 2 بي ار. خلاص. فايل سيف ونعمل ريفرش اهو. هنا ادي كلمة المرور. حلو. انا المفروض الكلمتين متطابقتين. هعمل مثلا 1 2 3. تمام. هنا هعمل حرف واحد، هنا عملت 3 حروف وهنا حرف واحد، ده كده غير متطابقة، صح؟ اعمل ارسال. اداني رسالة خطأ بتقول الكلمتين غير متطابقتين، يعني الكود صح مظبوط. طيب لو عملت كلمتين متطابقتين، ادي 1 2 3 وهنا 1 2 3، هيروح يوديني فين؟ اول ما اعمل سبميت هيوديني لصفحة
الداتا دوت بي اتش بي. تمام؟ فهمنا الكود تاني اهو. انا هعمل كلمة مكونة من 6 احرف، وهنا هعمل كلمة مكونة من حرفين. كده الكلمتين غير متطابقتين، اول ما اضغط على ارسال اداني رسالة الخطأ، الكلمتين غير متطابقتين. ده بناء على ايه؟ بناء على الكود اللي احنا كتبناه، الكود اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة اهو. ادي الكود بالظبط زي ما موجود في كتاب المدرسة. عايزك بقى كطالب تفتح النوت باد وتكتب الكود ده وتسيف الفايل باسم data.html، وهتعمل فايل تاني اسمه data.php. تمام؟ وتكتب الكود زي ما انا كاتبه بالظبط، وتطبق عملي في البيت. خلاص كده يا شباب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.